اهلا بيكم في قناتنا لمة العيلة. لمة العيلة ان شاء الله باذن الله هنشرح فيها كل حاجة للتدبير البيت، وهنشوف برضو الحاجات اللي انتي محتاجاها في البيت. ممكن ان احنا برضو نعمل اكلات مع بعض تكون تكلفتها كويسة، وان شاء الله باذن الله هنراعي طبعا ان المصروفات تكون قليلة شوية، لان احنا طبعا عارفين احنا الحاجات غالية دلوقتي كتير. بس انا برضو يعني التكلفة النهاردة رخيصة جدا، يعني ممكن في اليوم نصرف 50 او كده للغدا. بس هقول لكم على حاجة يا جماعة، عشان انا شايفة شفت يعني كذا فيديو بيتكلم ان احنا لازم نعمل مكرونة ونعمل مش عارفة لولادنا، مثلا تعملي مثلا وتأكليهم مكرونة وفول ومش عارفة ايه. لا يا جماعة، احنا مش عايزين نحوش ونخلي ولادنا يروحوا ويجيلهم انيميا ونصرف على العلاج. احنا كل اللي احنا بنعمله بس عشان بس اكون موضحة النقطة دي، لازم كل يوم ولادك ياكلوا بروتين ولازم ياكلوا خضروات عشان ما تأثريش على صحتهم، لان طبعا الصحة اهم من كل حاجة يا جماعة. يعني حتة ان انا اكل كل يوم مكرونة ولا حاجة دي اصلا يعني بتخلي الولاد يجيلهم انيميا، وطبعا احنا مش عايزين ولادنا يتعبوا، واحنا طبعا لانك انت محتاجة كمان بروتين عشان خاطر تقومي وتعملي شغل البيت وتبقي كويسة يعني. وبعدين مش هنصرف احنا بقى على الادوية والفيتامينات، لا احنا المفروض ناكلهم الاكل المتوازن. وانا بحاول اعمل لكم ميزانيات قليلة عشان خاطر ما تبقاش ان شاء الله باذن الله، وتكون فيها كمان بروتين كويس لولادنا عشان خاطر ياكلوا كويس ويبقوا كويسين ولينا ان شاء الله باذن الله. خلاص معلش طولت في الحتة دي لان لقيت فيديوهات كتيرة، يعني خلاص ناقص انها تقول لها شربيهم مية بس. معلش انا اسف. اللي بص معايا السبت والحد والاثنين والتلات والاربع والخميس والجمعة. السبت عجة وبطاطس، والحد كشري زائد بيض. احنا بنعمل الكشري رز وعدس اصفر برضو بيبقى طعمه جميل. الاثنين مكرونة بالعصاج، وهقول لكم لو جبنا ربع لحمة مفرومة ممكن نعمله عصاج ونخلي نقسمه على مرتين. يعني انا مخليه هنا مكرونة وهنا مسقعة، فاحنا هنستخدم ربع اللحمة للمرتين دول، والله هتبقى جميلة. بس حاولوا تحطوا في العصاج، ولو عايزيني اعمل الحاجات دي ان شاء الله باذن الله ابقى ازور لكم فيديو ليها وانزله لكم. يعني احنا هنا هنقسم العصاج اللي احنا هنعمله للمكرونة بالعصاج والمسقعة. طبعا لو عايزة تعملي مكرونة في الفرن برضو براحتك، بتتعمل في برامات كده بالعصاج والصلصة، هتبقى برضو جميلة. التلات بيضة عيون زائد بطاطس. البيضة العيون ده اللي هي اللي احنا بنعملها في البيت يا جماعة، اللي هي مثلا ايه بنقطع بصل وطماطم ونحط عليها بيض، وفي طرق كتيرة ليها يعني، وانا عارفة ان كلكم بتعرفوا تعملوه. زائد بطاطس. الاربع كبدة زائد مكرونة، وطبعا الكبدة هنجيب مثلا ربع هتكفي 4 افراد، وطبعا هنقطع عليها فلفل كوبي لان لازم ندخل فيتامينات لولادنا عشان خاطر ياكلوا الاكل الصحي. الخميس فول بالصلصه وبطاطس، ولو عندك صدق بقى ايه ممكن تقطعي كده حتتين عليه وهيبقى جميل جدا. والجمعه مسقعه وعيش ومخلل. طبعا يا جماعه يعني برضو ايه المخلل ده اساسي في البيت وهو والعيش طبعا، فانت مش هتصرفي يعني الا على حاجه المسقعه بس اليوم ده. وقلنا ان احنا كنا عاملين العصاج قبل كده، فهناخد حبه عصاج من اللي احنا عملناهم وهنعمل بيه المسقعه. طبعا تعالوا بقى نعمل التكلفة مع بعض نحسبها. لو انا هعمل عجة هجيب 3 بيضات، نقول هي اصلا البيضة ب6 جنيه انا عارفة او ب5، يعني في ناس بتبيعها ب5 وفي ناس بتبيعها ب6. 3 بيضات مثلا هنقول ان احنا هنزود وهنقول ان هما ب20 جنيه، زائد طبعا البطاطس الكيلو ب25، وفي بطاطس صغيرة شوية ب15. ممكن لو رحنا السوق متأخر شوية نجيب حاجات ارخص يعني ان شاء الله بإذن الله. لو نزلتوا السوق جيبوا حاجة الاسبوع، وهبقى اقول لكم على اساسيات. طبعا احنا هنا بنجيب الاكل بس لان طبعا الطماطم بتبقى موجودة عندك، بتبقي مسلسلة طبعا في التلاجة. طبعا البصل طبعا احنا لازم بنبقى حاطينه في البيت، هو والثوم، في اساسيات كده لازم تبقى موجودة. هنقول مثلا 20 جنيه بيض و25 جنيه يبقى المجموع كله 45 طبعا. والطماطم بقى والخضرة من عندك ممكن كمان تشتري ب5 جنيه بقدونس ولا حاجة عشان تعملي العجة.
الكشري بقى انا هنا هعمله عدس مثلا ورز، اللي هو العدس الاصفر والرز. لو انت حابه تعمليه كشري مصري عادي يعني براحتك، بس انا هنا عامله التكلفه على ربع عدس ب15 ونص الرز ب15، وكمان قلنا هنجيب 3 بيضات او 4 بيضات، قولي 20 يعني المجموع 45. الاتنين هنعمل مكرونه بالعصاج. انا حسبت هنا ربع لحمه، لو انت عايزه تقسمي الربع زي ما قلنا، تحطي بصل وتحطي بقى طماطم وتحطي جزر وتحطي حاجات كده تخلي العصاج يبقى جميل، فان شاء الله باذن الله هتقسمي هتشيلي حبه للمسقعه. لو انت عملتي الربع النهارده فخلاص هتبقى 50 جنيه، زائد طبعا ايه المكرونه الكيلو ب25. لو عايزه تعملي نص طبعا هيبقى نص التكلفه، فهيبقى 75. البيض العيون هنجيب 3 بيضات او 4 ب20، زائد 25 البطاطس المحمره اللي انا حمرها، زائد بقى طبعا الحاجات الطماطم والفلفل اللي انت بتحطيه، فهيبقى 55 جنيه. طبعا احنا مش هنجيب نص، احنا عندنا طماطم في البيت فهنطلع. انا قلت يمكن التكلفه تتكلف كده. طبعا والبهارات انا عارفه هتقولي لي انت مش حاسبه الزيت والبهارات، كل الحاجات دي بنجيبها اول الشهر، وهبقى اعمل لكم برده ميزانيه كمان للحاجه الحلوه والبهارات والحاجات اللي انت ممكن تجيبيها وتفضل عندك طول الشهر. وطبعا الرز والمكرونه يا ريت تجيبيه برده من اول الشهر كده، مثلا تجيبي ب100 جنيه رز وب100 جنيه مكرونه وتخليهم عندك. ال4 كيلو مكرونه دول هيكفوكي مده، والله هيكفوكي اكتر من شهر. وطبعا لو جايبتي برده 3 كيلو رز ب100 برده هيبقى عندك طول الشهر، او ممكن يقعد معاكي شهرين. فالحاجه يعني خصصي كده حاجات هبقى اقولك عليها ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات اللي بعد كده. لو عملنا كبده ومكرونه، الكبده الربع ب40، والمكرونه طبعا هنا هنستخدم نص مكرونه، اللي عايزه تزود براحتها 40 و15 معانا يبقوا 55. مثلا فول بالصلصه بقى طبعا ب10 جنيه، او لو انت عاملاه في البيت طبعا برضو هنبقى نقول مره ان احنا ازاي نعمل الفول. وطبعا انا عارفه ان كلكم ستات بيوت شاطره والفول موجود عندكم وحاطينه في الفريزر وكل حاجه وزي الفل. فاحنا لو جبنا هنشتري مثلا ب10 جنيه، وهنجيب طبعا الصلصه عندك والطماطم، وهتجيبي بطاطس ب25، ادي كده 35. انا هنا بعلي بس عشان خاطر محدش يقول مثلا دي الحاجه دي بكذا، هو انا بجيب اعلى سعر، يعني البطاطس ممكن تجيبيها ب20 او ب15، بس اعلى حاجه ب25. المسقعه بقى طبعا لو جبنا ربع لحمه تاني، لو عندك شويه عصاج من اللي قلنا عليه من المكرونه اللي هي بالعصاج، ان شاء الله باذن الله هتقومي جايبه ب50 طبعا، زائد 5 جنيه كيلو البدنجان او 10، ادي كده 55 جنيه. وده كده تكلفه غدا يوم. يعني النهارده مثلا هنعمل اكل كده، بالله عليكم لازم ندخل الخضار والفاكهه في بيوتنا كتير عشان خاطر ولادنا. مش لازم اللحوم والله والسمك، ممكن تقضي البيض بيقضي برضو بروتين للاولاد وكده، واللحمه والفراخ طبعا حسب ما انتي حابه. ممكن بدل الفراخ تجيبي جناحات جميله جدا وتعملي صينيه بطاطس. طبعا في افكار كتيره كتيره كتيره. انا بس النهارده عملت لكم تكلفه، يعني حبيت ان انا اقول لكم ممكن تعملوا باقل من 50 جنيه غدوه لاولادكم، وتكون اهم حاجه انها يكون فيها بروتين وتبقى كويسه لاولادنا. مش ناكلهم كشري يا جماعه ومن غير بروتين، لا لازم ناكل ولادنا وندبر كده ونبقى شاطرين ان شاء الله باذن الله. دي افكار عندي، انا عارفه ان كلكم ممكن تكونوا عندكم افكار احسن. ان لو لقيتوا الافكار بتاعتي كويسه يا ريت تكتبولي في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في لمة العيله. وان شاء الله باذن الله انتظروا فيديوهات مني للتدبير والتوفيق.